موجز الأخبار على قناتكم أخبار متجددة 24. أهلا بكم. كيترقبوا آلاف التلاميذ وأولياء الأمور بالمغرب الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا دورة 2026، وبزاف منكم كيتساءل على نتائج أو الإعلان عن نتائج البكالوريا العام 2026 وإمتى غادي يتم الإعلان عنها. فأنا كنقول لكم الإعلان عن النتائج غادي يكون إن شاء الله نهار 17 يونيو 2026، يعني اليوم مع 12 الليل غادي تحط الوزارة نتائج الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2026. وكذلك بالنسبة للدورة الاستدراكية اللي مازال ما دوزوهاش فغادي يتم الإعلان عن النتائج ديالها يوم 11 يوليوز 2026. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي وفرات عدة طرق باش تسهل عليكم الدخول إليها ومعرفة النتائج ديالكم بسرعة. أول طريقة هي عبر الموقع الرسمي لنتائج البكالوريا، وذلك بإدخال رقم مسار الخاص بالمترشح في الخانة المتخصصة ثم الضغط على زر البحث لتظهر النتيجة مباشرة بعد الإعلان عنها. كذلك موقع الوزارة اللي هو bac.mam.gov.ma غادي نكتبوا لكم هنا في الصورة باش غادي تعرفوه. كما يمكنكم الاطلاع على النتائج من خلال البريد الإلكتروني التعليمي واللي هو تعليم.ma، حيث يتم إرسال بيان النقاط والنتيجة إلى الحساب الشخصي نتاع المترشح. كما تتوفر النتائج كذلك عبر فضاء متمدرس بمنظومة مسار، إضافة إلى خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS عند تفعيلها من طرف الوزارة. وكاين واحد الموقع اللي هو سهل وكيستعملوه بزاف التلاميذ وكيعتمدوا عليه اللي هو الأوتلوك، وكنصحكم باستعمال المنصات الرسمية فقط وتجنب المواقع والصفحات الغير الموثوقة اللي كتطلب معلومات شخصية أو كلمات واحد النصيحة لجميع التلميذات والتلاميذ المقبلين على نتائج البكالوريا: تذكروا دائما أن النتيجة مهما كانت ما كتحددش القيمة ديالكم ولا المستقبل ديالكم. اجتهدتوا وبذلتوا مجهود كبير ومشيتوا دوزتوا امتحاناتكم ودرتوا ما في الوسع ديالكم، والآن انتظروا النتائج ديالكم بتريث وبثقة. وإلا كانت النتيجة كما تمنيتوا فداك الشيء اللي بغينا لكم وحمدوا الله وواصلوا طريق النجاح ديالكم. ولكن في حالة ما إلا كانت النتائج ديالكم غير المتوقع فما تحبطوش راسكم، والحياة مليئة بالفرص الجديدة، وبزاف ديال الناجحين مروا بتجارب صعيبة قبل ما يحققوا الأهداف ديالهم. ما كانش دابا في العادية تكون في استدراكية، ما كانش في استدراكية إن شاء الله العام المقبل، والحياة تستمر. حافظوا على الهدوء ديالكم وبعدوا من التوتر والقلق، وتذكروا دائما أن النجاح الحقيقي هو الاستمرار وعدم الاستسلام. وكنتمنى لكم من هنا من قناة أخبار متجددة لجميع التلاميذ والتلميذات التوفيق والنجاح وتحقيق كل أحلامكم إن شاء الله. الله يفرحكم جميعا.